السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل معاكم الايس كريم الروعة كده زي ما انتم شايفين. عارفين بقى الجو خلاص بدأ بقى يحرر وكده، والايس كريم ما شاء الله بيبقى بيبقى جميل يعني في الحر. هعمل وصفة يعني خفيفة كده وسهلة معاكم، مخدتش يعني اي وقت، وطلع روعة كده زي ما انتم شايفين، وطعمه بصراحة كان جميل خالص. ندخل بقى على كل المكونات عشان ما اطولش عليكم الفيديو. دي بقى كل المكونات اللي هنستخدمها. معايا كوباية الا ربع لبن، ونص كوباية لبن سكر بودرة، ونص كوباية كريم شانتيه، وديت حوالي كيلو الا ربع كده فراولة متفرزة. اهم حاجة انها تكون متجمدة يعني. فساجدة بقى حبت تشارك معاكم الوصفة، هي اللي حبت تعملها، فما حبتش يعني اكسفها، وخليتها هي اللي تعمل معاكم الوصفة يعني النهاردة. هننزل بقى بكل حاجة كده في الخلاط او في الكبة. حطينا الفراولة واللبن والكريم شانتيه والسكر البودرة. هنا بقى حطيتهم، هنخلطهم بقى كده مع بعض، يبقى كده الايس كريم بتاعنا جاهز. اللي حابب يحط بقى لون عشان اللون يعني، بس انا ما حبيتش بصراحه، لقيت لونها طبيعي كده وحلو، ما رضيتش ازود عليها يعني لون احمر. هنفضيها بقى كده في العلبه زي ما انتم شايفين. هنا بقى هنغطي العلبه وندخلها بقى الفريزر. انا سبتها في الفريزر يعني حوالي 4 ساعات كده او 5، يعني اتجمدت ما شاء الله وبقت حلوه خالص. طلع بقى في الكوبايات بتاعه الايس كريم ديت. نحط بس المعلقه ديت في ميه سخنه كده عشان تبقى سهله معانا واحنا بنطلعها. ما شاء الله كان حلو خالص، ومش عامل يعني تلج ولا حاجه، كان جميل خالص كده زي ما انتم شايفين. هنفضي كمان واحده معاكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصراحه كان طعمه جميل وما خدش اي وقت، يعني مضمون واحسن يعني من اللي بنشتريه من بره. ده بقى الشكل النهائي للايس كريم بتاعنا. طلع بقى جميل وروعه كده زي ما انتم شايفين. هندوقه برضو كمان معاكم. نتمنى بقى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.